ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم روتين جديد وفيديو جديد. الروتين بتاع النهارده هنمسك بقى الحمام ونصبنه كده تصبينه عميقه. هقول لكم على كل الاسرار اللي تخلي حمامك على طول نظيف وريحته حلوه. هطلب منك لو اول مره بتشوفي قناتي وعجبتك قناتي تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل، عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اول حاجه هنتكلم فيها المسحوق بتاع الغساله الاوتوماتيك. انا بستخدم تايد. انا كنت طبعا بجيب اريال، بس من ساعه ما الاريال مغالي وانا بستخدم تايد. تايد ممتاز في النظافه والريحه، ما يفرقش حاجه عن الاريال. وبجد في فرق كبير جدا في الاسعار ما بينه وما بين الاريال. بجيب العبوه اللي هي بتاعه تايد ديت، وبجيب معاها كيس فانيش او اللي هو الكلوروكس البودر اللي انا كنت بوريه لكم في بدايه الفيديو، مع الكلوروكس الالوان. الغسيل بيبقى نظيف وزي الفل. وطبعا المعطر الدوني بتحطيه في اخر شطفة، بتلاقي بصي الغسيل بتاعك نظيف وزي الفل وريحته ما اقولكمش بقى. سواء جبتي المعطر او ما جبتيش المعطر، طيت فيه منه بالياسمين وفيه بالمعطر اللي هو الدوني، فيه منه كذا ريحة. تختاري طبعا الريحة اللي انت تفضليها. بفضي بقى الكيس الفانيش او الكلوروكس البودر دوت على الشكارة. لما ابتدي اسحب منها شوية، يعني انا كل تقريبا 10 ايام بجيب كيس من اللي هو الكيس اللي ب4 جنيه ده، ب4 او ب5. تعالوا بس قبل ما انسى اقول لكم انا حطيت ايه في المية. انا استخدمت اللي هو الاوكسي، وحطيت المعطر اللي هو المركز اللي هو دوني بس معطر مركز. ريحته بتبقى قوية جدا وبتبقى ثابتة في الحمام باليومين وبالتلاتة، عن الدوني العادي اللي هو بتاع الاوتوماتيك. يعني بتاع الاوتوماتيك دوت اصلا غالي، تمام، وريحته برضو حلوة وبتبقى ثابتة. بس المعطر اللي هو المركز دوت ريحته ثابتة اكتر. انا باخد تقريبا ربع غطاية لو انا همسح او لو هغسل حاجة او لو هصبن الحمام. الريحة بجد بتبقى قوية جدا وبتبقى ثابتة في المكان وريحته حلوة ما تدوخش يعني. فكيت بقى بتاعة المناديل، صبنتها حلو وشطفتها. ونيجي بقى هنا للشباك همسكه صبنه تصبينة حلوة. وتعالوا نرجع تاني للكلام عن المسحوق. طبعا طيب فيه وفر كبير جدا عن اريال. وكمان في الناس بتشكري في اوكسي. الشهر الجاي بقى ايه ده، دي تقعد معايا شهرين او 3. لا، اول ما ديت ما تخلص هجرب اوكسي، لان اوكسي برضو ارخص من تايد وفي ناس كتير بتشكر فيه. فانا عايزه اجرب الاوكسي، وهو برضو اوفر من تايد بحوالي 60 جنيه او 70 جنيه، مبلغ برضو. والتايد اوفر من الاريال بنفس المبلغ. العبوه دي انا جايباها ب220 اللي هي ال7 كيلو. صبنت بقى الشباك كويس كده من بره، الازاز بالسلك بكل حاجه. وفتحته برضو هصبنه كده من جوه، هصبن الخشب بتاعه. طبعا الميه فيها المعطر اللي هو الدوني بيخلي بصوا ريحة الحمام. يعني الروتين دوت اعمليه مرة مثلا كل اسبوعين، غير الروتين العادي بتاع الحمام. هتلاقي ريحة الحمام ثابتة معاكي بال3 وبال4 ايام. وفي الروتين العادي اليومي بتاع الحمام، المفروض ان الحمام ده بيتنضف كل يوم. في ناس بيعملوه اول ما بيقوموا من النوم، وفي ناس بيعملوه بالليل. يعني بعد ما اليوم ما بيخلص بتبيتي الحمام بتاعك نظيف، وده اللي انا بعمله. بحب انضفه بالليل، بقوم تاني يوم بيبقى نضيف وريحته حلوه والبلاط ناشف وكل حاجه فيه تمام. نستخدمه طول اليوم. قبل ما ننام ابتدي ان انا اصبنه كده واديله تلميعه كده ورشه معطر سريعه. طبعا ريحه الحمام بتبقى حلوه جدا. ما ينفعش تسيبي الحمام يوم ما يتعملش، سواء التويليت او الحوض، لازم يتنضفوا، خصوصا لو لونهم ابيض. بالكتير بالكتير هما يومين. ده روتين الحمام العادي. الناس اللي مش عارفة الحمام بيتنضف كل قد ايه، العرايس الجداد. طبعا بيبقى الضغط خفيف على الحمام، غير لما يكون كذا فرد في البيت بيستخدم التويليت. التويليت نفسه بقى بحب اصبله او بستخدم له هاربك ممتاز جدا. بيدي ريحة تعقيم بقى كده ولمعان. بتلاقوا بصوا التويليت بيلمع من جوه. برشه بقفل القعدة لان ريحته قوية جدا. وبعد كده بقى بفتح بديها دعكة سريعة. بتلاقوها معايا بالشكل ده بتلمع اهي. بعيد بقى بالفرشة التانية الصغيرة ديت على باقي التويليت من فوق بالشكل ده كده. طبعا الفرشة بتاعت التويليت تبقى مخصصة للتويليت بس، ما ينفعش تدعكي بيها اي حاجة تانية في الحمام. ما ينفعش تدعكي بيها الحوض خالص، لانك انت بكده هتنقلي الجراثيم بقى من مكان لمكان. حوض الوش لا اما تخصصي له ليفة تدعكيه بيها، او فرشة او حتة سلكة مواعين ناعمة، هينضف وهيبقى زي الفل معاكي.
تمام كده. انا اصلا التويلت نفسه ليه 3 فرش، الفرشة اللي انتوا شفتوها اول واحدة الكبيرة، والفرشة الصغيرة، وفي برضو فرشة سنان مخصصاها للاماكن اللي ساعات ما بعرفش اوصل لها، لازما يعني بعمل لها روتين كده مرة كل شهر، بمسك القاعدة بخليها بصوا بجد كأنها لسه جديدة. فانا كنت لسه عاملاها من قريب، فانا استخدمت معاكم المرة دي الفرشتين بس، ما استخدمتش الفرشة التالتة. جيت برضو هنا شلت كل حاجة وابتديت اظبط الصبانة دي. طبعا هو الحمام انا لسه ما عملتش فيه اي حاجة من ساعة ما نقلت، عايزة اعمل له دولاب كده زي خزين للمنظفات، يلم المنظفات بتاعة البيت كلها، وكمان المناديل بتاعة التويليت والفوط برضو. فلسه بفكر في حاجة اعملها له، لسه ما استقرتش، بس ايه قريب يعني هتلاقوا فيه تعديل كده وتغيير في التويليت، هنبقى برضو نصوره مع بعض. حطيت الشاور بقى في العلب بتاعت الشاور، طبعا انا خدتها صبنتها في الحوض، وبرضو العلبة اللي فيها الفرش ومعجون السنان شطفتهم كده، وهشطف بقى الفرش اللي موجودة معايا ديت، وهغسل طبعا الفوطة اللي كنت بنشف بيها. عملت الدش، اي حاجة فيها ستانلس في الحمام عشان تحافظي عليها بعد ما تصبنيها نشفيها على طول، ما تسيبهاش. بعد ما حد ما ياخد شاور في التويليت خشي نشفي كل الستانلس، ما تسيبيش البخار يقف عليه، وافتحي التويليت وخليه يتهوى. لو مش مفيش شباك او مش هينفع الشباك يتفتح، يبقى في شفاط يشفط البخار اللي موجود. اهم حاجة انك ما تسيبيش اي بقايا مية بعد الشاور على الستانلس عشان تحافظي عليه يفضل بيلمع وما يصديش معاكي. طبعا هي بترجع للانواع، بس في ناس ساعات ما بتعرفش مثلا تختار انواع ايه، فتلاقي بعد بعد وقت كده مثلا الماسورة بتاعت الدش صدت، ده بيبقى سبب تراكم المية او بخار المية على الستانلس. المفروض اصلا ان الحاجة دي لو غالية او اصلية المفروض ان هي ما تصديش خالص. بس بالنصايح اللي بقولها لكم ديت هنتفادى موضوع الصدى. تمام كده، خلصت بقى وجبت المقشة، وطبعا بباقة الخلطة اللي موجودة معانا زودت بس عليها شوية معطر، وحطيت شوية كلوروكس عشان بقى ايه نطهر الارض. طبعا الديتول انا برشه كده يوميا، يعني لما باجي اعمل التويليت بالليل في نهاية اليوم برش كده شوية من الديتول، واقوم بقى منشفة الحمام واسيبه بقى كده مع المعطر، بتبقى الريحة برضو قوية جدا والحمام بيبقى معقم ريحته حلوة. هبتدي بقى اشطف طبعا كل الحاجات اللي بتصبن ديت، واصبن الجزء التاني من التويليت بالشكل ده. عايزة بصوا بقى اجيب زرعة حلوة كده للتويليت واعمل الدولاب اللي بقولكم عليه دوت. اقترحوا عليا طيب لو حد ليه افكار في تجديد التويليت قولولي. هبتدي بقى الم كل المية ديت بالمساحة كويس جدا. ولو وصلت معايا للمقطع دوت ولسه ما حطيتيش اللايك حطي يلا اللايك. وتعالوا بقى اقول لكم بستخدم ايه لريحة التويليت نفسه عشان تفضل ريحته طول اليوم حلوة. بستخدم جينيرال الكرات اللي هي بتاعت التويليت دي، بتخلي ريحة التويليت بجد رهيبة من غير ما تعملي معطر في الحمام او تستخدمي اي حاجة تانية، بجد ريحتها بتبقى قوية جدا. بقى مناديل جديدة وفرشت المشايات بتاعة التويليت، وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه، وانتظروني في فيديو تاني جديد.